هذه جزيرة كامران اليمنية، موقع استراتيجي في البحر الأحمر، وثروات مهذورة وذاكرة إنسان مكدود بالعمل استعصى على الانكسار أمام المستعمر. كامران لم تضم في محادثة جنيف، فجاء بريطانيا سلموا الجزيرة لأهلها، وأنا كنت رئيس اللجنة، أنا ورئيس المجلس، وتحدث الجزيرة كامران سلمت الجزيرة لأبنائها، وهذا الكلام مسجل في شريط مع البريطانيين ويعرفوا الناس هاي. وزي ما قلت لكم جزيرة كامران يعني أي عمل إنسان آبائهم عملوه أول ما فهو يعني شرف وتقدير للأجيال اللي بعدنا. جزيرة كامران وحدت قدام الوحدة. محمد سعيد كرم من سكان الجزيرة عاش أشواق وأوجاع سكانها منذ أن احتلها البريطانيون، وحتى إعلان سكانها الانضمام إلى الجنوب بعد رحيل المستعمر. أرجو من الأخ رئيس الجمهورية عبد الرب المسؤول هذه، وإن شاء الله إذا في عمر نلتقي مستطيعين في ناس يوصلون لعنده، ونتمنى هذا وباسندوة إنه الجزيرة هذه أصبحت حالتها سيئة، وخاصة المياه هي حياة واستقرار للناس، وإذا استمرت الطريقة كذا بينزحون الناس. يروي هذا الرجل من ذاكرته الغاصة بالأحداث عن جزيرة تنافس عليها المستعمرون لأهميتها في البحر الأحمر، بينما بقيت قيد النسيان لدى الحكم العائلي. أقول علي عبد الله صالح عندما زار هو سالم البيت حصل له نفس الشيء. أنا استهلت ساعة سوء الخدمات والمتطلبات، وبعدين تفهم لك الناس يعني مش منظم، كان اللقاء فوضى وحاجة زي كذا، والنساء يصيح وما كانش عنده صبر شوية. قلت له بس يشتري كي يخطأ عشان نبدأ نصفر. لا يا عبد الله صالح، ويسمعني إذا كان في أي مكان إلى عبد الله صالح، يعرفني عندما جاء قائد دلوقتي عز. يتذكر هذا المناضل بأسى عن جزيرة كامران حين كانت مصدرا لمياه الشرب والثلج، بينما بقي سكانها على امتداد 30 عاما نهبا للفقر والعطش. الجزيرة أنا بقول لك أنه إذا لم يحلوا مشكلة المياه بيرحلوا سكانها، وقد رحلوا يمكن أزيد من حوالي 30 أسرة من ما قدروا بيت وعنده إمكانيات رحل من كمان، لأن المياه هي الحياة والاستقرار. والغريب في ذلك على أن الجزيرة كامران كانت ممول الصريف. غادر المستعمر البريطاني جزيرة كامران بعد ثورة أهلها تاركا بنية أساسية طالها الإهمال. ليروي محمد كرم عن زائر نصح بإعادة بناء الجزيرة بجهود أبنائها. قال استنتاج الآن زيارة جزيرة كامران من 25 27 هو أن المجتمع في الجزيرة قد استسلم للأمر الواقع وينتظر يوم الحساب. شوف المباني بحاجة إلى إصلاحات فورية، أي تلك التي لا تزال باقية. إن المجتمع الذي لا يساعد نفسه لا يستحق المساعدة. هذا الرجل الطاعن في العمر هو أول مسؤول للجزيرة أفنى أزاهر عمره في جزيرة تناوب عليها المستعمرون، وكلما زارها رئيس يمني زادت معاناة سكانها الذين يتطلعون اليوم إلى مسؤولية تقدر الأهمية الاستراتيجية لجزيرة كامران. عبد الحفيظ الحطامي، أضواء سهيل، جزيرة كامران.